او عبقريه التجربه ان احنا طول عمرنا بننادي بالحد من الاسباب الاقتصاديه للهجره غير الشرعيه. اه ايه هي اكثرها بتبقى ايه؟ عدم وجود فرص عمل. فرص عمل. عايز سعادتك؟ طيب هذا القطاع او الهيئه بتمكن القطاع الخاص وخصوصا شركات الشباب الجاده، فبتعمل هذه المشروعات فبتستوعب وبتكلفها الشباب. وبتبدا تطرحها على الشركات اه في مزايده علنيه. واحنا الحمد لله كنا من سعداء الحظ ان احنا خدنا ده وعملنا مجتمع زراعي جنب ده، وزرعنا تقدمنا للسيد الوزير المحافظ المهندس عبد المطلب عماره بان احنا ناخد 1000 فدان تزرعهم طماطم. نزرعهم طماطم، وبالفعل بنزرعهم طماطم ودخلنا يعني تزرع وتصنع تكليف ونجفف معايا حضرتك. فالهيئه عندها اهداف. لا خلينا اكمل بقى منظومه الطماطم دي. اتفضل سعادتك. وبعدين بتروح فين بعد ما تجففها؟ الطماطم دي بعد ما تتجفف سعادتك بتتصدر، بتروح الصين، بتروح المانيا، بتروح سويسرا، يعني بتروح فرنسا. عندك دول معروفه بتحتاج للطماطم المصريه المجففه. طبعا انا عايز اقول لمعاليك ان اصلا في طلب عالمي على الطماطم المجففه. احنا النهارده انتاج العالم كله من الطماطم المجففه ما بيغطيش 10% من استهلاك العالم. طيب ازيد حضرتك من شعر بيت، مصر تاني اكبر دوله في تصدير الطماطم المجففه بسبب محافظه الاقصر مركز اذن قريه الكمان دي. يعني القريه دي معروفه في العالم. ايوه طبعا معروف في العالم كله. دول هم الناس بتيجي النعم. احنا امبارح كان عندنا وفد. طب ايه معلش عادي، الميزه النسبيه للقريه دي ايه؟ الميزه النسبيه هل المناخ، هل الطقس، هل خبره الناس، ايه؟ كل دول. الميزه النسبيه اول حاجه ان احنا عندنا جو مشمس في الاقصر وفي اسوان وفي جنة ل 8 ساعات في اليوم بيوصل ل 10 ساعات. تمام معايا حضرتك. ده لما نيجي نشوف الجو ده الجو. عندنا تربه جيده وكويسه، عندنا ميه قابله للزراعه وميه عذبه تصلح لزراعه النوعيه دي. هذا المجتمع تخصص في زراعه الطماطم الشتويه اللي كانت الطماطم 5 عروات في السنه، 2 صيفي وواحده نيلي و2 شتوي. كان دائما وابدا حتى كلنا هنا كنا بننتظر نقول عايزين مستنيين طماطم الصعيد. إسنا مركز إسنا متخصص في زراعه الطماطم. طيب تخصص في زراعه الطماطم خلى العماله اللي موجوده بقى عندها يعني خبره في زراعه الطماطم فنيه متوارثه. لان هذا القطاع بيستوعب معظم الوظائف. يعني العماله اللي موجوده حتى الطلبه اللي في المدارس لما بياخدوا اجازه نص السنه بيروحوا زي التحرير مركز بدر بالزبط. ومصابر وغيره في بالظبط. الفراوله. فالموسم ده بيتزرع في